بمناسبة حلول العشرة ذو الحجة، بمناسبة حلول الأيام الكريمة والمفترجة، بمناسبة حلول الشهر الكريم شهر ذو الحجة، دخلنا على عيد الأضحى مبارك. حابين نقول دايت صغير كده وسهل لكل الناس اللي هتصوم وتبدأ الصيام من بكرة تقريبا. عايزين نقول كلام سهل، نبقى عارفين إن إحنا فترة الصيام دي عشان بس ما يختلطش الموضوع على الناس مهمة جدا في تنظيم وجباتها. يعني لو حضرتك عايز تصوم ما عندناش مشكلة، بس خليك منظم في وجباتك. اولا، كبحك للوجبات او اختزالك لوجباتك كلها في وجبه واحده، وجبه الفطار، ده مش بيساعدك في الدايت، ده بالعكس بيكون ضدك في الدايت. اوعى تفتكر علشان هتصوم هتاخد وجبه الفطار بس بدون سحور او بدون وجبه ثالثه فبالتالي انت هتخس كويس. المعلومه دي غلط جدا. جسمك بيفتكر ان هو داخل على مجاعه ويبدا يخزن الوجبات وما بيتخلصش من الوجبه اللي دخلت جسمك ويبدا يشتغل عليها غير لما تخش الوجبه اللي بعدها. يعني انت دلوقتي لو فطرت وخدت وجبه فطار، جسمك مش هيشتغل عليها ويكسر كل الدهون اللي فيها والعناصر الغذائيه اللي فيها ويحرقها غير لما تاخد الوجبه اللي بعدها. تخيل سيادتك تاخد الوجبه اللي بعدها تاني يوم على الفطار. كل دي فتره كبيره جدا للجسم، فبيفتكر ان هو داخل على مجاعه فيبدا ياخد وجبه الفطار كلها زي ما هي كده يحولها لدهون، علشان جرام الدهون زي ما احنا بنقول بيعادل 9 سعر حراري، فبالتالي بيتعامل معامله غلط مع الوجبه. احنا بقى مش عايزين نعمل كده، عايزين نفطر وجبه فطار متكامله وناخد وجبه في النص، وعايزين ناخد وجبه سحور. الفطار بتاعنا طبعا اول ما المغرب بيأذن تمام بناخد 3 تمرات او تمرايه اقصى حاجه، علشان دول بيرفعوا الانسولين. معاهم كوبايه عصير سكر خفيف او كوبايه حليب زي ما الناس متعوده. بالاضافه بعدها ب 10 دقائق ربع ساعه بناخد نفسنا ونبدا ناخد وجبه الفطار بتاعنا عشان الجسم يشتغل والحرق يشتغل. مكونه طبعا من خضروات وفواكه، مكونه من بروتينات، مكونه من طبق نشويات. زي ما قلنا طبعا بنخلي طبق كبير نقسمه 3 مثلثات، مثلث فيه النشويات هو العيش او الرز او المكرونه او البطاطس، ومثلث فيه البروتينات سواء السمك او اللحمه او الفراخ او التونه او البيض، والمثلث الاخير فيه الالياف اللي هي الخضروات او الفواكه. يبقى احنا كده خدنا طبق متكامل اثناء وجبه الفطار. ونشرب ميه كتير قبل الوجبه دي علشان نعمل كبح طبيعي للشهيه. بعدها بساعتين او 3 ساعات لازم يا جماعه لازم ناخد وجبه تانية. ما ينفعش ناخد وجبه فطار وبعدها وجبه سحور، لازم يشتغل الحرق. 3 وجبات رئيسيه اثناء صيامك او اثناء فطارك مهمه جدا لتشغيل معدل الحرق. الوجبه دي على فكره مش لازم تبقى حاجه كبيره، ممكن تبقى وجبه خفيفه جدا مكونه من خضروات، مكونه من فواكه، مكونه من بسكوت شوفان، مكونه من فشار، مكونه من جبنه، من بيض، مكونه من اي حاجه خفيفه نقدر ندخلها جسمنا نقول له ان احنا متواجدين، ان احنا الحرق شغال. نقدر نعمل مجهود حركي 20 دقيقه رياضه كويسه جدا بعد وجبه الفطار علشان الدنيا تتحرك معانا ويحصل هضم كويس جدا. وجبه السحور بتاعتنا نقدر ناخد فيها نص رغيف مفيش مشكله، مكونه من نوعين بروتين زي الجبنه زي البيض زي الفول، بس نضيف زيت زيتون عشان زيت زيتون بيكون مناسب جدا للدايت، بس كميه صغيره علشان هو مكون من دهون صحيه. فاحنا كده قلنا دايت خفيف لكل الامه الاسلاميه. ربنا يجعله ان شاء الله عيد سعيد على الجميع وعيد اضحى مبارك. لازم يا جماعه التزام ب3 وجبات عشان تخس. اي حد هياخد وجبه واحده اثناء الفطار صدقوني مش هيخس. المعلومه دي مهمه جدا.